ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير واحسن حال. استنى نادي الكاميرا. معاكم دكتور فارس شاب باذن الله. النهارده اقول لك على الخطه اللي تمشي بيها للعربي، او بمعنى اخر التوقعات اللي هتيجي برضه في العربي. يعني الفيديو هيكون بسيط جدا على قلوبكم باذن الله. اقول لكم على اهم الحاجات اللي تعملوها عشان تنجزوا حالكم. اول حاجه النهارده كده المفروض كنت تاخد البلاغه مع الادب، خلصهم خالص، وبكره النحو وبعده تحل. يعني ده ببساطه خالص ان انت تاخد النهارده بلاغه وادب، بكره النحو، بعده تحل. خلصنا. انت بقى لسه هتبدا او كده، خلاص هبقى هتضغط الخطه بتاعتك انك تاخد برضه النهارده بلاغه والادب، بس هتسرع رتم شويه، تسمع الحاجات اللي انت ما سمعتهاش قبل كده، او الحاجات اللي انت مش فاهمها فقط. وكذلك برضه في الادب تسمع الحاجات اللي انت مش فاهمها فقط، ويفضل في الادب اللي انت تذاكر انت عشان تنجز حالك فيهم باذن الله رب العالمين. وبكره تسمع النحو، الحاجات اللي انت برضه واقفه قدامك، او الحاجات اللي انت ما سمعتهاش قبل كده عشان تنجز حالك فيها. وكمان ما تقعدش تكرر على الفاضي. طيب هتخلص خالص وتبدا ان انت في اليوم بتاع السبت تبدا ان انت تحل على قد ما تقدر 10 شوامل 5 شوامل. طب هحل منين يا دكتور فارس؟ عندك كتاب كيان الذهبي اكثر من رائع، كتاب بيان. طبعا بقولكش تحل في كل كتاب 100 شامل، ابو لك حل شاملين 3. درب ايدك في الورقه، درب ايدك في الورقه، درب ايدك على اسئله ما العاطفه المسيطره على الشاعر، درب ايدك على اسئله ما دلاله كلمه. دي كلها حاجات موضوع اسئله او موضوع امتحانات. طيب انت خلصت النحو وخلصت الادب والبلاغه، ده شيء كويس، وحليت يبقى ده شيء كويس برضه. حل نماذج السرشديه، كتب محمد صلاح. كتب محمد صلاح طبعا لو انت مش معاك ممكن تحلها معاه في اللايفات، او بعد ما اللايف يخلص، يعني عشان ما تضيعش وقتك في اللايف وتديلك تسمع الفتره دي كلها. طيب عندك ايه تاني؟ انا دلوقتي مسرع رتم كلامي عشان انجز معاك الفيديو وما اعطلكش باذن الله. فيديو 3 4 دقايق على السريع. طيب عندك ايه تاني؟ عندك اللي انت لازم تركز ولا بد برضه في النحو على صور المغربي، صور المختص، اسماء الافعال، اسلوبي الاستغاثه والندبه، اسم صور فاعل نعمه وبئسه. دي كلها حاجات موضوع امتحانات، وافكرك بيها في امتحان ثانويه عامه السنه دي باذن الله. توقعات من دكتور فارس، ركز معايا وشغل الشغل. طيب عندك برضه التوقعات اللي ممكن تجيلك في الادب، بتيجي كل سنه. الحديث عن النهايه والموت، يبقى المدرسه الحديثه، او المدرسه اللي هي اخر مدرسه نزلت كانت اسمها المدرسه الحديثه. وعندك المدرسه الواقعيه اللي هي البقاء على الاطلال والكلام ده كله. تركز في الاختصاصات بتاعتهم او اساليبهم. دايما بيجي في اساليبهم، بيجيبلكش مثلا احمد شوقي والحاجه بتاعت احمد شوقي في المدرسه الواقعيه، لا، بيجيب لك الاساليب بتاعت المدرسه كلها على بعضها كده. فانت عشان تحفظهم ده لازم تقارنهم كلهم ببعضهم، تحط كل مدرسه جنب بعضها عشان تشوف الوجه. ممكن يجي لك مثلا وجه تشابه بين كذا مدرسه وكذا كذا وكذا، مثلا الديوان وابولو، المهاجر والواقعيه. فانت لازم تركز لو صفه مشتركه ما بينهم عشان تشوف بيبقى في كلمه فرق في بيت الشعر اللي بيجيبوا لك، او في كلمه فرق في الاساليب. ركز على الاساليب كويس جدا عشان باذن الله برضه هتفيدك. طيب التعبير، ركز مع مستر محمد صلاح، هشرح لك فيديو 10 دقايق كده ولا حاجه، اسمع المفيد وانجز حالك فيهم. احفظ المقدمه والخاتمه واكتب ودوس وروق على حالك يا باشا. طيب عندك دلوقتي برضو عندك لازم تركز في العربي على بص برضو على نماذج السرشديه، بص قبل ما تخش اللجنه. طيب دلوقتي برضو الحاجات الغلطات اللي انت بتعملها دلوقتي في اخر السنه، ان انت بتقعد تسمع سماع كتير وبتضيع وقتك. لا، لو انت ذاكرت انت هتستوعب اكتر وهتفيد نفسك جامد جدا. برضو لو انت ماشي مع مدرس من اول السنه كمل معاه عشان ما تشتتش نفسك. لو انت ماشي مع فلو كمل معاه، محمد صلاح كمل معاه، ايا كان انت مكمل معاه، دوس واشتغل يا باشا على طول. حاجه اخيره بقى عشان ننجز معاكم الفيديو. انت لو وصلت للفتره دي وانت لسه ما حلتش، لازم تحل وبرضه تدرب نفسك في الورقه والقلم زي ما انا حل استرشادي، قصدي حل قصه، حل قطعه وقراءه، قطعه اللي هي القراءه والنصوص كويس جدا، وحل منهم كتير عشان دول هيفيدوك جدا في امتحانك اخر السنه. لان الاسطمبه او الشكل بيجي واحد كاسئله، يقول لك مثلا ما الدلاله دي بيجي دايما حاجات كده بتيجي ثوابت، لازم تركز عليها كل سنه. بس كده فيديو خفيف جدا، وقلت لكم على الحاجات اللي هتيجي، وباذن الله انضموا لجروب التليجرام تحت هتلاقوا فيه كل الحاجات اللي انا قلتها باذن الله. وبس كده، سلام.